تعرف انك ممكن تاكل نفس الاكل اللي بتاكله كل يوم بس جسمك يستفيد منه بشكل مختلف تماما. السر مش في نوع الاكل، السر في الترتيب. زمان كنا فاكرين ان كل اللي بناكله بينزل المعده ويتلخبط كده ويبقى شوربه او كتله واحده، وبالتالي مش فارق تبدا بايه ولا تنتهي بايه. بس الدراسات الجديده قالت العكس. طب ايه اللي بيحصل بقى لو بدات وجبتك بالخضار؟ الخضار بينزل الاول يعمل زي طبقه حمايه، بيبطئ امتصاص النشويات والسكريات، يخليك تشبع اسرع وشبعك يطول كمان. يعني ببساطة هتاكل نفس الكمية لكن مش هتحس بالجوع بسرعة، ومستوى السكر في الدم هيبقى أهدى. طب في ناس هتسأل، طيب أستنى قد إيه بعد الخضار؟ المفاجأة مفيش داعي تستنى. الدراسات اللي اتعملت من غير أي انتظار أثبتت إن النتيجة فعالة جدا. يعني تاكل خضار الأول وبعدها على طول كمل رز، فراخ، لحمة أو أي حاجة بتحبها. جرب الحركة البسيطة دي وهتشوف فرق كبير، والأهم إنك هتلاحظ بنفسك قد إيه جسمك مرتاح بعد الأكل. خلي دايما بداية أكلك خضار وهتشوف الفرق بنفسك. ولو عجبتك المعلومة ما تنساش تدعمني بلايك وشير عشان يوصل لغيرك. دمتم بصحة.